فكرة تحفة لإعادة تدوير البرطمانات القديمة. طريقة سهلة جدا، هنحول البرطمان اللي عندنا لشكل مبتكر وجميل جدا ويشيك أي مكتب يتحط عليه أو أي مكان يبقى فيه. فتعالوا نشوف هنعمله ازاي. في البداية هنحتاج برطمانات فاضية. ده البرطمان اللي كان متوفر عندي، كان برطمان كاندي وخلص، فهعيد تدويره. واحتاجت بقى ورق فوم باللون الأزرق بالطريقة دي، وجبت المكوة وبدأت أسخن ورق الفوم على المكوة، وبدأت أغلف الجزء اللي من تحت ده في البرطمان بالطريقة دي، وأشد الفوم كويس جدا عشان ده هيبقى الجزء بتاع السلوبات بتاع الشكل بتاعنا النهاردة. بدأت أحط شمعي كده على البرطمان، والغلطة اللي أنا عملتها هنا إن كان الشمع سخن جدا، فابتدى إن هو يسيح لي البرطمان زي ما واضح كده. فاحنا نحاول إن احنا نحط الشمع على ورق الفوم بحيث إن هو يبرد شوية على بال ما يلزق في البلاستيك فما يسيحوش قوي زي ما حصل معايا كده. فناخد بالنا من الخطوة دي علشان ما يحصلش الغلطة اللي حصلت معايا. وهنا بدأت أشد كل الأطراف وألزقها كويس بالشمع بالطريقة دي لحد ما ثبتهم كلهم، وجبت القطر وبدأت أمشي خط كده مستقيم حوالين دوران البرطمان كله علشان أشيل أي زوايد من الفوم مش عايزاها. وبدأت كده ألزق الحروف زي ما واضح كده. والخطوة اللي بعد كده هجيب مستطيل من ورق الفوم باللون الأصفر بالمساحة دي كده بنفس طول البرطمان، وابتدي أثبته فوق الجزء اللي احنا ثبتناه من الفوم الازرق بحيث ان انا اداري التعريجات دي، واثبته كويس جدا بالشمع، واقص بعد كده اي زوايد هتقابلني من فوق كده من البرطمان. طبعا بعد ما اشيل الغطا، لان انا كده هيبقى فيه مساحة هتداري عليا الغطا ومش هعرف ان انا افتحه او اقفله. فهبتدي كده بعد ما اثبته ان انا اشيل اي زوايد موجودة من الفوم. وزي ما واضح كده انا بحط الشمع على ورق الفوم بحيث ان انا مرتكبش نفس الغلطة اللي عملتها اول الفيديو، اني اسيح البرطمان وشكله يبوظ معايا. وبعد كده بشيل الزوايد اللي قلتلكم عليها خطوة بخطوة. كان في الجزء اللي من تحت ده مش مظبوط كده، بدأت اظبطه بحيث ان هو يكون نفس السوا بتاع الجنب التاني، وكمان الخط بتاع بداية ونهاية الفوم يبقى كله في جهة واحدة كده من ورا. وعشان اغلف غطا البرطمان بدأت كده احط شمع، وبدأت اجيب شريط باللون الاسود بنفس المساحة بتاعة البرطمان الجزء بتاعه، وبدأت كده اثبتها بالشمع كويس والف على البرطمان كله شريط الفوم ده لحد ما اوصل للنهاية، ويكون خط الفرق اللي انا بدأت ونهيت عنده لفة الفوم يكون في نفس سوا البرطمان من ورا بنفس الطريقة دي كده، يعني يكون خط البداية والنهاية كله خط واحد علشان يبقى الفينش بتاع شغلي كويس ومظبوط. الخطوة اللي بعد كده جبت كورة فل بالماء حجم الكبير، وبدأت اجيب القطر واقسمها بالنص كده فيها خط من النص، وبدأت امشي عليه علشان تبقى مظبوطة معايا، وبدأت اقسمها على 2 بالطريقة دي، واخدت النص كده وبدأت احطه على الغطا من فوق بحيث ان هو يديني الكيرف بتاع دماغ الشخصية اللي انا عايزة اعمله. وبعد ما سويت النص كويس كده علشان يبقى مقاس الغطا، هجيب بقى المكوة وهجيب مربع من الفوم الاصفر علشان ابتدي اشده بالمكوة على الكورة بالطريقة دي كده علشان ابتدي اغلفها. حطيت على اي حاجة عالية بحيث ان انا اقدر اشد عليها الفوم كويس بالطريقة دي، وهشدها من كل الاتجاهات، وابتدي بقى اثبتها بالشمع بالطريقة دي كده، واشيل منها اي زوايد موجودة علشان يبقى الفينش بتاعي مظبوط ويبقى الشكل معايا جميل. ما تنسوش بقى لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل الافكار الجديدة اللي احنا هنعملها الفترة الجاية. وكده بعد ما قصيت الجزء بتاع الدماغ من فوق في البرطمان، هبتدي كده اثبتها بالشمع كويس جدا، هحط عليها شمع من كل الاتجاهات بحيث ان هي تلزق على الغطا وتبقى متينة كويس، وابتدي كده اثبتها واضغطها كويس جدا لحد ما تثبت معايا. وبعد ما ثبتها كده حسيت ان فيها فرق ما بينها وما بين الشريط البرطمان اللي من تحت، فحبيت ان انا احط شريط كمان باللون الاسود عليها بحيث ان هو يساوي المقاس، وكمان يداري الجزء المتعرج من تحت ده مكان الفوم. وبكده ثبته وبقى شكله مظبوط معايا. هبتدي بقى اكمل بقية الطقم بتاع السلوبات. قصيت مربع او مستطيل من ورق الفوم باللون الازرق، وبدأت اثبته في المكان ده في النص كده بنفس الطريقة، وعملت الجيب بمستطيل اصغر وعملت له كيرفات كده من تحت بحيث ان هو يبان نفس الجيب اللي في الكرتون بالظبط. وبعد ما ثبت الجيب هجيب شريط من ورق الفوم كده بنفس اللون الازرق، وبدأت كده احطه على النقطة الفاصلة دي ما بين الجيب وما بين الجزء بتاع السلوبات، لان ده الحزام اللي بيبقى موجود في الكرتون. وجبت كمان 2 شريط باللون الازرق علشان اعملها الحمالة بتاعة السلوبات بالطريقة دي، وبدأت كده اثبتها في الجزء ده من فوق، وبدأت احطها على ورا
واشدها على ورا بالطريقة دي بحيث ان هي تداري الجزء الفاصل اللي احنا عاملينه نقطة بداية ونقطة نهاية الفوم من ورا. اتمنى يكون الشرح واضح علشان الطريقة دي بتطلع الفينش حلو جدا وبتداري اي عيوب موجودة. وده كده بقى شكل البرطمان بعد ما تقريبا قربنا نخلصه. حقيقي بقى شكله جميل جدا وشكل المنيوس ابتدى يبان. هنبتدي بقى نعمل العيون. جبت كورة من الفل بحجم صغير وقسمتها على 2 بالقطر بالطريقة دي كده علشان تبقى العيون بتاعة المنيوس. لو انتوا عايزين تعملوه ب2 عين مفيش مشكلة، النصين بتحطوهم بنفس الطريقة اللي احنا هنعملها يتحطوا جنب بعض، بس انا حبيت ان هو يكون بعين واحدة. وبدأت كده احط عليه لون العيون البني، وبدأت كده احط له الحرف الاطار اللي كان على النضارة بتاعته بالطريقة دي كده، واثبتها واتنيها على 2 علشان يدي معايا الشكل موضح. بعد ما ثبتنا الشريط كويس هجيب الشمع واحطه على الحرف بتاع الكورة الفل وابتدي اثبته كويس جدا على حروف العين بحيث ان هي تبقى ثابته ويديني شكل اطار النضاره اللي انا عايزه اوصله. واشيل بقى اي زوايد موجوده من ورا علشان ما تضايقنيش وانا بثبت العيون على غطا البرطمان. وكمان حبيت اكمل شكل العين وجبت الوان اكريليك، وباي اداه عندنا كده بدات احدد شكل الكوره السوداء اللي بتبقى جوه العين، جوه نني العين. وبدات بقى احط شمع واثبته على غطا البرطمان بالطريقه دي. بس ناخد بالنا كويس ان انا حطيت شمع على نص العين من فوق بحيث ان هي ما تلزقش على الجزء بتاع البرطمان من تحت وتبقى ثابته على الغطا بس. وعلشان اعمل الفم جبت مستطيل باللون الاسود وبدات اعمل له كيرفات كده، وباي مقص عامل زجزاج كده بدات اعمل له السنان بتاعته واثبتها على الفم بالطريقه دي كده واشيل اي زوايد. وكده يبقى الفم جاهز معانا وثبته على وش المنيوس. وعلشان بقى اعمل الشعر قصيت شرايط رفيعة جدا من الفوم الاسود وبدأت اثبتها بنفس الطريقة دي كده لحد ما عملت الشعر بتاعه بقى شكله جميل جدا. ممكن لو حابين شكله تكتفوا لحد كده، بس انا حبيت اعمل الايد بتاعته وبدأت اجيب مستطيل من ورق الفوم الاصفر وارله كده بالطريقة دي واثبته كويس جدا لان دي هتبقى الايد بتاعة المنيوس بتاعي. وبدأت كده اثبته بالشمع واشيل اي زوايد انا مش محتاجاها. وعلشان اعرف اثبت الدراع بتاع المنيوس بدأت كده اقصه بالكيرف ده بحيث ان انا اقدر اثبته في البرطمان بالطريقة الواضحة دي. وقصيت الجزء بالشكل ده كده. هو ايوه مش متساوي بس احنا هنساوي شكله لان احنا هنرسم كف الايد بتاع المنيوس، وبحيث الحزام ده هنساويه كويس واحنا بنقص هيبقى الايد بتاعة الجوانتي اللي هو لابسه. وهنثبته كده بالطريقة دي كده. هنشوف الجهة اللي هتبقى في وش البرطمان ونثبته بالطريقة دي ونشيل اي زوايد بالطريقة الواضحة دي. اتمنى يكون شرحي مفهوم بس الخطوات باينة. وهنعمل الايد بنفس الطريقة للايد التانية وهنبتدي كده نثبتهم بالشمع كويس. وده كده شكل البرطمان. ولو حابين تكتفوا لحد كده فهو كده شكله جميل جدا، بس انا حبيت ازود كمان الاقدام بتاعته وهنعملها في الخطوة اللي جاية. جبت شريط من ورق الفوم حوالي 2 سنتي او 3 سنتي على حسب الطول اللي انتوا عايزينه، وبدأت كده ارله. ده فوم باللون الازرق. بدأت كده اثبته بس انا السمك ده ما كانش عاجبني فزودت عليه شريط كمان من ورق الفوم وكملت رول بالطريقة اللي واضحة دي. ولحد ما توصلوا لسمك الساق اللي انتوا عايزينه بتوقفوا رول الفوم وتشيلوا اي زوايد موجودة او تزودوا على حسب السمك اللي انتوا عايزينه. ده كده الاحجام اللي انا عايزاها. قصيت من الطول شوية لان حسيتهم طوال جدا، وبدأت كده اظبطهم كويس بحيث ان انا اعرف هيبقوا متساويين ازاي ويوقفوا البرطمان بتاعي مظبوط بانهي جهة. بدأت بقى علشان اعمل الكوتشي او القدم بتاعة المنيوس جبت كورة كده وقسمتها لنصين وبدأت كل نص اقصه من الجنب بالطريقة دي. هنا بدأت كنت بساوي الكورة من تحت وبدأت كده اساويها من الجنبين بحيث ان هي تكون معايا مستطيلة واقدر اغلفها وتبقى الكوتشي بتاعة المنيوس. وبعد ما ظبطت الاتنين كويس كده من جميع الجوانب هبتدي بقى اغلفهم بالفوم الاسود واشد عليهم الفوم بالمكوى بالطريقة دي واثبتهم كويس جدا بالشمع علشان يبقوا ثابتين معايا، وكمان علشان ابدأ اوصلهم بالساق اللي احنا عملناه. واشيل اي زوايد من الفوم بالطريقة دي علشان ابدأ اغلف القاعدة بتاعة الشوز زي ما واضح كده. وعلشان اثبت الشوز مع الساق بدأت اجيب عود شيش كده بالطريقة دي وادخله في الساق وادخله في الكوتشي بنفس الطريقة واثبتهم كويس جدا بالشمع الساق مع الكوتشي، وابدأ اشيل اي زوايد من اعواد الشيش بالطريقة دي. وابتدي كده اثبت القدمين بالطريقة اللي تخلي البرطمان واقف مظبوط وواقف متساوي ومتوازن، وابتدي اثبتهم كويس جدا بالشمع
لو حاسين طبعا ان الخطوة دي مش هتقدروا تظبطوها، تقدروا تستغنوا عن القدمين خالص ويبقى شكله من غير القدمين هيبقى جميل جدا. وده بقى كده شكل البرطمان بعد ما قعدنا تدويره، حقيقي بقى شكله جميل جدا. حطيت فيه الالوان بتاعتي ويتحط فيه حاجات كتير جدا، عملناه بطريقة سهلة وبسيطة. مستنية اعرف رأيكم.